مرحبا بكم من جديد على قناتكم المطبخ الحر مع جميله. اليوم ان شاء الله غنوجدوا واحد الشهيوه تقليديه مغربيه اللي هي طنجيه. اليوم غنديروها ان شاء الله بالدجاج بطريقه بسيطه، وكنحتاجوا ليها هنايا جوج دجاجات. المقادير كيبقاو حسب عدد الافراد. عندي هنايا تقريبا 4 فصوص ديال الثومه، عندي هنايا الملحه حسب الذوق، عندي معلقه كبيره ديال الكمون البلدي، عندي نص كاس ديال الزيت بلديه، عندي هنايا معلقه صغيره ديال السمن، عندي هنايا تقريبا واحد حامضه ونص مرقدين، وبطبيعه الحال الزعفران ضروري كنكونوا مرطبينه مع نص كاس ديال الماء. ان شاء الله دابا غنبداو من الصيب ديال الطنجيه ديالنا. كما قلنا كنحطوا القطع ديال الدجاج، من بعد ما استفنا القطع ديال الدجاج ديالنا غنرميو قطع ديال الحامض مزير، فصوص ديال الثومه، كنديرو الزيت، كنضيفو معلقه ديال السمن. انا راه عندي السمن حايل يعني الحار، كنضيفو كميه ديال الملحه، الكمون كما قلنا واحد المعلقه كبيره، وفي الاخير الماء اللي مرطبينه مع الزعفران. من بعد ما ضغطنا على هذاك الدجاج من الفوق لاننا غنغطيو وغنقبطوا الطنجيه ديالنا ونحركوها باش تهبط لينا جميع العناصر بحال هكذا، وغنقبطوا واحد الباطي فيسو، وغناخذوا الخيط ديال الطبخ كما كتشوفوا. كنزيرو ليها مزيان كما كتشوفوا، صافي كنمسكو هذاك الباطي بحال هكذايا. دابا ان شاء الله غندخلوها كما قلنا في الفخر كما غتتابعوا معايا ان شاء الله. دابا ان شاء الله كما قلت لكم هو الفحم ديالنا كما شعلناه خاصو يشعل على هذه الطريقه كما كتشوفوا، وغنحطوا الطنجيه ديالنا وغنخليوها ان شاء الله طيب لمده ساعه حتى لساعه ونص. من بعد ما كتمر واحد 30 دقيقه كناخذوا الطنجيه ديالنا وكنحركوها بحال هكذا، كنقلبوها بحال هذا الشكل وكنرجعوها تكمل الطياب ديالها. من بعد ما حيدناها هانتوما كما كتشوفوا تبارك الله طايبه زبده، هانتوما كتشوفوا بسم الله. هانتوما كما كتشوفوا تبارك الله اللحم طاب كله بحال الزبده. صافي كنقادو البريزونطاسيون ديالنا.